بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا وسهلا بكم في حي من أحياء مصر الجميلة، وبيت كله فن وأضواء. اتولد طفل اسمه كريم ابن الساحر النجم الكبير محمود عبد العزيز. كريم ما اتولدش زي أي طفل، لأ ده اتولد وهو شايف الكاميرات وهي بتلف والأنوار بتولع والصوت بيقول أكشن. والده كان نجم من العيار التقيل، والهيبة كانت ماشية وراه في أي مكان. من أول لحظة كريم كان بيشوف قد إيه الكاميرا ليها سحر، بس مش مجرد سحر لكن مسؤولية كبيرة. هو وأخوه محمد اتربوا في قلب السينما، في الكواليس، في التصوير، في الميكروفونات، في كراسي المخرجين. محمد دخل التمثيل قبله، وده ولد عند كريم غيرة من النوع اللي بيخليك تقول أنا لازم أبقى حاجة أنا كمان. أول ما وقف كريم قدام الكاميرا كان بيترعش، قلبه بيدق، نفسه مش منتظم، عينيه بتدور على طوق النجاة، حاسس إنه مش قد الكاميرا. بس لما شاف الناس بتسقف وشاف نظرة فخر في عينين أبوه، عرف إنه اتولد علشان يكون قدام الكاميرا. أول أدواره كان بسيط جدا، بس بعد كده بدأ يلمع. مسلسل رجل في زمن العولمة مع صلاح السعدني هو اللي فتح له الباب بجد. أبوه ما كانش عاوزه يدخل التجربة وهو في الثانوية، بس كريم أصر، وده كان أول موقف يثبت فيه إنه مش مجرد ابن محمود عبد العزيز، هو كريم له شخصية وليه طموح. عدت السنين وكريم بقى اسم بيتقال في بيوت كتير. ده الولد اللي ضحكنا في فيلم الناظر، ده اللي كان معانا في ساعة ونص، ده اللي مثل في الجماعة ومحمود المصري. بقاله جمهور وصيته بيكبر، بس هو كان دايما حريص على انه يحافظ على صورته وعلى ان حياته الخاصة تفضل ان هي تفضل خاصة. كان بيحاول يفصل بين اللي قدام الكاميرا واللي وراها، ممثل في اللوكيشن وأب ورا الكواليس. لكن مين قال إن الشهرة بترحم؟ كريم من صغره كان بيحلم بالجواز، مش زي الشباب اللي بيهرب من المسؤولية. ده كان شايف إن الجواز حاجة حلوة، وإنه لما يخلف يحب يكون قريب من أولاده ويفهمهم ويفهموه. بالفعل وهو في الجامعة قابل الحب آن الرفاعي، بنت رجل أعمال معروف مشهورة بين أصحابها بالرقي والهدوء، ومن أول مقابلة حس إنها مختلفة. معرفتهم بدأت بتحية من بعيد وضحكة، وبعد كده كررت الصدف وتحولت لإعجاب، والإعجاب بقى حب. بس لما قال أبوه إنه عاوز يتجوزها واجه اعتراض كبير. الساحر شاف إن كريم لسه صغير وإن الجواز ممكن يوقف مستقبله، بس كريم كان عنده إصرار غريب، شايف إن آن مش مجرد حب، دي حياة. في سنة 2011 أعلنوا الجواز، حفلة بسيطة بعيد عن الإعلام بس مليانة مشاعر. ومن هنا بدأ حكاية جديدة، حكاية راجل وست قرروا يبنوا بيتهم بعيد عن الزحمة، بعيد عن الشوشرة، وبعيد عن كل حاجة ممكن تبوظ الخصوصية. آن خلفت 3 بنات، كندا وخديجة وحبيبة. وكريم كان دايما بيقول إن بناته هم الدنيا كلها بالنسبة له، وآن اختارت تفضل في الظل، مش بتحب الإعلام، ملهاش في السوشيال ميديا، وده خلى صورتها دايما مرتبطة بالهدوء والرقي. بس مش دايما الدنيا بتمشي زي ما بنخطط. بعد سنين من الجواز بدأت تظهر شائعات. ليه آن غايبة عن المناسبات؟ ليه مش بتحضر عروض أعمال كريم؟ وكل ما يطلع شائعة يطلع معاها سكوت. كريم ما بيردش وآن مش بتتكلم، والناس بدأت تحط سيناريوهات من عندها. لكن القنبلة انفجرت لما الصحفية هنادي عيسى أعلنت خبر الانفصال رسميا بعد 14 سنة جواز. الحب اللي كان بيبان قوي انتهى
في هدوء. الناس ما سكتتش والإعلام زودها وربط الطلاق بفيلم عمر وسلوى اللي مثل فيه كريم مع بوسي فطين سعيد طريق بوسي ومدير أعمالها. طلع في تصريحات قال فيها إن كريم كان السبب في مشاكلهم، ولمح إن في علاقة وقال كلام كتير، بس كريم ولا رد ولا حتى آن ردت. فضلوا ساكتين وكأنهم متفقين إن اللي بينهم مش لازم يبقى ترند. السوشيال ميديا اتقسمت، ناس شايفة إنه بريء وناس بترمي التهم، بس الحقيقة محدش يعرفها غير هما الاتنين بس. دلوقتي كريم بيبدأ صفحة جديدة، بيصور فيلم اسمه طلقني مع دينا الشربيني. الناس قالت إن الفيلم اسمه ليه علاقة بحياته، لكن الحقيقة إن ده شغل وده فيلم. هو بيكمل وبيضحك، بس الضحكة دي المرة دي فيها شوية وجع. الحب انتهى بس الاحترام فضل، محدش فيهم طلع يتكلم ولا يهاجم ولا يشتكي. وزي ما قالت ياسمين عز في برنامجها نحترم الخصوصية، مش كل حاجة لازم نقول فيها رأينا، مش كل فنان نعرف أخباره ونحلل ونهاجم. اللي بيحب بجد حتى لو ساب بيسيب باحترام. كريم محمود عبد العزيز خاض تجربة عمر، خسرها في العلن وكسب فيها احترام الكل. كانت بعيدة عن الكاميرا بس سابت بصمتها في حياته، واللي عاشوا معاه اللحظة مش هينسوها. لو بتحب كريم سيب له دعوة حلوة، ولو بتحب ادعي لها بالسعادة، لأن الحياة مش دايما ماشية على سطر ونسيب سطر، ساعات بتكسرنا وساعات بتخلينا أقوى. يا ريت إن كنت وصلت للاستماع لهذا الوقت تديني لايك وسبسكرايب. وأنا بشكر الناس اللي بتدعم قناتنا جدا جدا جدا، لأنهم بيدونا دفعة للأمام وبيخلونا نبذل مجهود أكتر في تحصيل الأخبار الصحفية اللي بنتلقاها من المجال الفني. والقناة دي بتحرص حرص شديد جدا جدا على المصداقية في كل الأخبار اللي بتقودها للمتفرجين. وإن تخصصنا في التاريخ الفني وعرضنا لكم قصص حياة ناس من زمن الفن الجميل، ده لعلمنا لأن حضراتكم بتحبوا إن انتوا تعرفوا إزاي كان بيعيش نجوم زمن الفن الجميل. إن شاء الله في سلسلة كبيرة من الحلقات الجاية هنقدم فيها أسرار وأخبار عن زمن الفن الجميل. يا ريت تتابعونا، وشكرا لحضراتكم، وإلى لقاء آخر. كان معكم الناقد الفني طارق السلموني.